يقول أحمد بن نعمان قال لك البلد الوحيد في الجزائر هو الجزائر الذي لا يحتاج فيه المسؤولون الفرنسيون لزيارة الجزائر إلى مترجم. جعلوا الجزائر قطعة من فرنسا، قطعة من فرنسا، صدقني. يعني واسمه الأستاذ الدكتور واش اسمه عثمان السعدي. أيوة. قال لك لما كنت في البرلمان، كان في البرلمان، وكان منتخب في البرلمان الجزائري في وقت جبهة التحرير الوطني. قال لك لما يجتمع مجلس الوزراء كل الوزراء يتكلمون بالفرنسية. قال لك فقام اسمه رحمة الله مولود قاسم فتكلم بالألمانية. بقوا الجميع كلهم يتفرجوا ليش يتكلم بالألمانية. قال لهم مادام كل واحد يتكلم باللغه اللي تعجبه، انا تعجبني اللغه الالمانيه، يتكلم باللغه الالمانيه، هو يتقن الالمانيه، يتقن الفرنسيه، يتقن الانجليزيه. نعم. فجعلوا من اللغه الفرنسيه هي اللغه السائده. تصور يا اخي الكريم لما واحد يخطئ في اللغه العربيه يقعد يضحك ويبتسم وتصبح نكته، لكن لو يخطئ في اللغه الفرنسيه تعتبر مسبه كبيره وعار كبير. ولو أن عبد القادر بن صالح في آخر أعتقد حوالي 3 أشهر 4 أشهر تكلم باللغة العربية بلسان مبين، وفاجأ حتى أحد قيادي مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرنسا فوجئت كيف بعبد القادر بن صالح يتكلم باللغة العربية، وربما قالوا أنه يريد أن يبعث برسالة إلى من يريدون فقط اللغة الفرنسية هي السائدة في الجزائر. المفروض هذا هو الموقف الصحيح، هذا هو الموقف السليم، ليتكلم مسؤولو الجزائر بلغتهم الصحيحة. بومدين رحمة الله عليه تكلم في مجلس الأمم المتحدة باللغة العربية. ولما زار الصين كما يحكي محي الدين عميمور، قال لك جابوا له مترجم باللغه الفرنسيه. قال لهم يبدو ان الرفقاء في الصين ما زالوا يعتقدون ان الجزائر لا زالت دوله تابعه لفرنسا. قالوا لهم اتركوه يذهب واتوني بمترجم عربي. صح. شوف يا اخي الانفه تاع الجزائري، الانفه الجزائري. بوتفليقه يروح لك رئيس بوتفليقه ربي يشفيه، يروح لك البرلمان الفرنسي ويتكلم بالفرنسيه. ولكن الظاهر هذه أستاذ بادي ربما أنت لاحظت أيضا أنه فقط في الجزائر. لماذا بالضبط الجزائر؟ هكذا يتساءل الشارع الجزائري. هنالك من الزعماء ومن القادة نعم يحترمون لغاتهم ويتكلمون بها. انظر ماذا يفعل رجب طيب أردوغان لما أتاه إلى هنا الجزائر تكلم بلغته التركية وهذا منتظر منه، لكن الذي عقب عليه عبد الملك سلال تكلم باللغة الفرنسية. هل شفت مسؤول في العالم يتكلم بغير لغته؟ ما صارتش هذه غير في الجزائر. الجزائر يا أخي الكريم حتى الوثائق الرسمية، الوثائق اللي تمثل الدولة الجزائرية يكتبوها بالفرنسية. تعرف أن أهم وثيقة في الجزائر وش هي وثيقة اتفاق إيفيون، اتفاقية إيفيون. اتفاقية إيفيون هذه باش كتبوها باللغة الفرنسية. وعلاش ما كتبوهاش بالعربية؟ هل الجزائر فرنسية؟ احنا غير خرجنا من الاستعمار نبقاو نثبتوا في اللغة تاعو. بينما اتفاقية فيتنام لما استقلت فيتنام عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعني داروا الاتفاقية داروها في باريس في فرنسا، فكتبوها ب3 لغات، بالفرنسية والإنجليزية والفيتنامية. بينما اتفاقية إيفيون بالجزائر كتبوها بالفرنسية فقط. الجزائر شاركت في تحرير الرهائن في إيران في وقت اسمه خميني. اي نعم، الصديق بن يحيى، محمد الصديق بن يحيى هو اللي كان وزير الخارجية آنذاك، فذهب يمثل الجزائر. ساهمت في هذه الخطوة الجميلة. فهذه الاتفاقية ساهمت فيها إيران وأمريكا الولايات المتحدة والجزائر الطرف الثالث. نعم. الإيرانيين كتبوها بالفارسية بلغتهم، والأمريكيين كتبوها بالإنجليزية، والجزائريين كتبوها بالفرنسية. انت لا تنسى هناك من يربط هذه الظاهرة أستاذ بادي إلى المدة الطويلة التي قضاها الاستعمار عندنا في الجزائر. راي قرن و32 عاما، ليست بالفترة الهينة التي قضاها الاستعمار هنا. سيدي الكريم هذا ليس عذرا. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتقن اللغة العربية إتقانا جيدا، فلماذا لا يتكلم بلغته؟ وغيره من المسؤولين الجزائريين أغلبهم يتكلمون اللغة العربية، حتى وإن كانوا لا يتكلمون اللغة العربية. يا أخي الجزائر لم تلد فقط بن غبريط وسلال، فيها أفضل من ذلك. علي بن محمد رجل يتكلم اللغة العربية ولغة فصيحة، وغيره من جهابذة الجزائر ومن علماء الجزائر ومن رجال الجزائر. لماذا لا يختارون إلا المعادين للغة العربية، للذين لا يحسنون التحدث باللغة العربية؟
ثم أنهم يأتون بعد ذلك ببدعة جديدة، تعليم العامية في الجزائر. ولو أنه مقترح، عبارة عن مقترح ولكنهم يريدون تطبيقه في أرض الواقع. طيب، ألا ترى بأن المجتمع المدني أيضا مطالب بدعم اللغة العربية، بتحسين اللغة العربية، بالحديث باللغة العربية؟ ونفس الكلام أيضا يقال عن الأحزاب، رؤساء الأحزاب، عن النقابيين، الحقوقيين، الإعلاميين، ليس فقط السلطة. نحن دوما نلوم السلطة، نقول هي فرطت في اللغة العربية ولا تتحدث باللغة العربية، لكن أيضا المجتمع المدني مسؤول. يا أخي عثمان، نعم. نحن نتوجه باللوم إلى الأقلية المستغربة. أيوة. هذه اللي نافذة في الجيش ونافذة في الإدارة ونافذة، قلت لك وتفليق اسمه الرئيس الأسبق هواري بومدين بقيمته بشخصيته، ومع ذلك وقع يعني وجد مشكل أمام هؤلاء الأشخاص. نعم. هؤلاء اللائكين الفرنكوفينيين، هؤلاء الذين تربوا في أحضان الاستعمار، هؤلاء ربائب الاستعمار كما يسميهم عبد اللطيف سلطاني رحمة الله عليه. هؤلاء هم الذين يريدون أن تبقى الجزائر على حالها، هؤلاء الذين يريدون تغيير المنظومة التربوية، هؤلاء الذين أتوا بوزيرة لا تعرف العربية، تعادي اللغة العربية، ومن جهل شيء عاداه. هؤلاء هم الذين يحاربون لغة الضاد في الجزائر. أما بقية الشعب الجزائري كله يحب العربية، حتى الأمازيغ يا أخي الكريم. الأمازيغ الذين يتهمونهم بأنهم ضد اللغة العربية، ما رأيت أمازيغي يعادي اللغة العربية، بل رأيت كبار المدافعين عن اللغة العربية في الجزائر هم من الأمازيغ. عثمان سعدي أمازيغي قح، وأحمد بن نعمان ومولود قاسم وغيرهم من جهابذة الجزائر. بل الذي وضع الألفية النحوية أمازيغي وليس عربي. نعم، الأمازيغ خدموا العربية في الجزائر أكثر من العرب، وهذه حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا جاحد. ففقط هذا المخطط الاستعماري الذي يريد أن يضرب أبناء الشعب الواحد، هذا أمازيغي وهذا عربي. والابن بديس رحمة الله عليه وهو الأمازيغي الذي قال شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، وقال نحن أمازيغ عربنا الإسلام. نعم، شكرا لك أستاذ بادي. الآن